عليكم. طبعا احنا عارفين ان في مشكله متكرره في شقق الاسكان الاجتماعي، وان احنا عندنا دايما الفتحه بتاعه شباك او باب البلكونه بتكون صغيره، فدايما لما بنعمل الباب جرار على ضلفتين بتبقى الفتحه معايا صغيره، لان عرض الباب حوالي متر و12، فبيبقى معايا الفتحه بتصفي معايا حوالي 50 سم، بتبقى طبعا صغيره جدا. كنا قدمنا حلول قبل كده لفكره الباب، ان احنا ممكن نعمل الباب عباره عن مفصلي، والضلفه بتبقى عباره عن نصين بتفتح على جنب. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو هيظهر دلوقتي في علامه الاي، الفكره القديمه. احنا دلوقتي بنقدم فكره جديده لاول مره تتعمل في شقق الاسكان الاجتماعي، حابين نشرحها معاكم. في البدايه احنا معانا هنا سلك بريسيه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي عشان نحافظ على الفتحه باستمرار. طيب احنا عايزين دلوقتي نشوف الباب اللي معانا وفكرته الجديده بالطريقه دي. معايا عملنا حلق خارج الحيطه بالطريقه دي بحيث ان الكره تفتح على الحيطه. طيب ايه الميكانيزم بتاعته او هنشتغل ازاي؟ هنشتغل بالطريقه دي. معايا الضلفه بتفتح في الجنب ده، ومعايا الضلفه بتفتح. طب عايزين نشوف القفل بتاعه والتثبيت بتاعه عباره عن ايه. طبعا معايا هنا في البدايه عشان نحكم الضلفتين، فمعايا هنا ترباس لكل ضلفه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. نقدر هنا نقفل الترباس من الناحيه دي، وكذلك من الناحيه الثانيه. وطبعا معايا السكاك بالشكل ده. اصبح الضرف محكومه بالطريقه دي. طبعا احنا هنا عاملين الازاز دبل ومصنفر، عندي اللي بره مصنفر واللي جوه شفاف علشان الجورجيا تظهر معايا. فانا معايا الازاز عباره عن ازاز دبل، الناحيه اللي بره مصنفر بناء على طلب العميل، والناحيه اللي جوه شفاف. وركبنا الجورجيا اللي انتم شايفينها، واصبح ده شكل البلكونه الخاصه بشقق الاسكان الاجتماعي. دايما بنشوف المشاكل اللي انتم بتواجهوها وبنحاول ان احنا نحلها، وده كان حل لاول مره بنشوفوه معانا في قناتكم تعديلات الاسكان الاجتماعي. كان معاكم مهندس محمد طاهر، ونشوفكم في حلول تانيه وفيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.